تخيل تشتري عربية جديدة وبعد كام يوم تندم وتفكر ترجعها. ساعتها هتسأل نفسك يا ترى ممكن أرجعها خلال 14 يوم زي باقي السلع؟ للأسف الإجابة لأ. القاعدة دي ما بتطبقش على العربيات. جهاز حماية المستهلك وضح إن سياسة الاسترجاع خلال 14 يوم مش بتشمل السيارات، لأن العربية ببساطة صعب جدا تترد لحالتها الأصلية بعد ما تتسلم ويتم ترخيصها أو استخدامها حتى لو لمسافات بسيطة. لكن ده ما يمنعش إن حقوق المستهلك تفضل محفوظة، يعني لو العربية فيها عيب تصنيع أو ما كانتش بالمواصفات اللي اتفق عليها من حقك ترجعها أو تبدلها بشرط تقديم الفاتورة، ومش مطلوب منك تدفع أي مصاريف إضافية. القانون كمان بيأكد إن حقوق الاستبدال أو الاسترجاع ما بتتأثرش بالعروض أو التخفيضات، يعني حتى لو اشتريت العربية في عرض نهاية السنة ده ما يمنعش إنك تطالب بحقك لو في مشكلة حقيقية. بس في المقابل في سلع معينة القانون بيستثنيها من سياسة الاسترجاع، زي العربيات، المجوهرات، فساتين الزفاف، الملابس الداخلية، الكتب، والسلع اللي بتتلف بسرعة. يعني باختصار لو اشتريت عربية جديدة مفيش استرجاع لمجرد انك غيرت رأيك، لكن لو فيها عيب او غش تجاري القانون في صفك بالكامل.